الحقيقة مسيرة تستحق الفخر، وأكثر ما يثير الفخر فيها أنها قادرة على الاستمرار. زي ما قلنا في الفيلم أن المسيرة بيستكملها أبناء الناشر الرائد الراحل حمدي مصطفى، من خلال ولده الناشر الكبير الأستاذ مصطفى حمدي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس أمناء المسابقة، مسابقة روايات مصرية للجيب. تفضل. مساء الخير. أنا في البداية حابب أرحب بحضراتكم جميعا في مسابقة روايات مصرية للجيب، الانطلاقة الثانية للمسابقة الأولانية اللي أطلقها الراحل الأستاذ حمدي مصطفى. أنا في الحقيقة أنا اسمي مصطفى حمدي، بس هم سموني حمدي، بعدها رجعوا وراحوا مسميني مصطفى، فما عنديش مشكلة خالص، ممكن أبقى حمدي مصطفى يعني، أو أتمنى يعني. طيب في البداية يعني الصورة اللي على اليمين دي كان أول إعلان للمسابقة الأولانية اللي هي في سنة 1984. دي المسابقة الأولانية دي كانت أول مسابقة أعلناها في سنة، أو أعلنها الأستاذ الراحل حمدي مصطفى سنة 1984. دي كانت في جورنال الأهرام. والمسابقة الصورة اللي على الشمال دي المسابقة الأخيرة اللي احنا عملناها سنة 2023 على الفيسبوك. هي نفس المسابقة، هي نفس الهدف، بس مع ان الوسائط اختلفت. قبل كده كنا في الاهرام، دلوقتي بقينا على الفيسبوك. 39 سنة ما بين الصورتين دول. طيب في البداية حابب اشكر جدا السيدة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمها للمشروع ولرعايتها الكاملة لمشروع مسابقة روايات مصرية للجيب. طيب زي ما انا قلت لكم، النسخة الجديدة هي مستلهمة من نفس روح النسخة الأولانية اللي هي كانت سنة 1984. وفي الحقيقة احنا ليه اخترنا النهاردة نحتفل بجوائز المسابقة النهاردة؟ لأن النهاردة هي الذكرى رقم 12 على وفاة الراحل حمدي مصطفى، 21 سبتمبر 2011. وبالمناسبة برضو اليوم ده يعني هو مناسب، هو اليوم ده حدث يعني استثنائي بالنسبة لنا. هو والدي توفى 21/9، عبد الله أخويا عيد ميلاده في 21/9، مصطفى ابنه عيد ميلاده 21/9، فإحنا هو يوم فعلا استثنائي بالنسبة لنا. طيب احنا قلنا ان المؤسسة بدأت سنة 1960، اشتهرت في الأول بكتب التعليمية سلاح التلميذ والمعلم. وبعدها في الثمانينات كان الأستاذ حمدي كان عنده فكر إن هو عايز يقتحم مجال الثقافة. هو بالنسبة له المجال التعليمي كان حقق فيه نجاح كبير، بس هو كان حابب يخش مجال الثقافي. طيب هخش مجال الثقافي، هخش أنافس مين؟ أعمل إيه؟ فشاف إن يعني النقطة اللي هي اللي ناقصة المجال الثقافي هو النشر للشباب. يعني احنا كان وقتها في الثمانينات كان في اصدارات لاستاذ محمود سالم، طبعا مغامرون الخمسه وميكي وسمير، وكان في طبعا الادباء الكبار نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس. بس هنا كان في فجوه ما بين الكتابه اللي هي بتخاطب الاطفال او يعني الصغار السن، وما بين الكتابه اللي بتخاطب يعني الانسان الناضج. فهو هنا قرر ان هو عايز يخاطب الشباب، فهو عايز يعمل لهم محتوى يخص الفئة العمرية دي، ويبقى محتوى بيخاطب العصر. تمام. فبدأ قبلها تمام. فبدأ هنا المسابقة الأولانية اللي اتكلمنا فيها في سنة 1984. المسابقة دي ظهر منها 200 كاتب، اختار منهم الأستاذ نفسه بعناية كاتبين، ألا وهما دكتور نبيل فاروق وأستاذ شريف شوقي.
اجتمع استاذ حمدي مع دكتور نبيل فاروق واستاذ شريف شوقي، ومن هنا جات له الفكره ان هنعمل سلسله روايات مصريه للجيب، ان هي هتبقى مش بس اصدار او اتنين او تلاته، لا هتبقى سلاسل ممتده، وسلاسل ممتده بتحمل فكره مصريه 100% خالصه، ما فيهاش اي شبهه اقتباس او شبهه ترجمه. واهم حاجه ان هي تبقى الفكره للشباب تبقى حاجه بيج تيرنر، اللي هو تقراها بسرعه وتقراها في وقت، في اي وقت. يعني هي هتحطها في جيبك بس عشان تعرف تقراها في اي وقت وفي وقت بسيط جدا، وكل المعلومات المهمه تعرف تاخدها في شكل ملخص. تمام. فكان الموضوع مشي بوتيره سريعه. وظهر من هنا بقى اول سلسلتين اللي هم ملف المستقبل دكتور نبيل فاروق، ومكتب رقم 19 بالنسبه لاستاذ شريف شوقي. ومن هنا طيب، ومن هنا تشجع دكتور نبيل فاروق ان في ناشر هنا متفهم لفكره الموهبه وعايز يرعى الموهبه دي، فهو قرر. هو كان عنده روايه او سلسله رجل مستحيل، فهو كان الروايه دي اول روايه قدمها لكذا دور نشر، اترفضت من دار نشر كتيره، فقرر طب ليه ما جربش ان انا الروايه دي اعرضها على استاذ حمدي. وبالفعل عرضها على استاذ حمدي، وافق على سلسله رجل مستحيل انها تتنشر جنب ملف المستقبل. وفي نفس الوقت كان استاذ حمدي عين الفنان الراحل اسماعيل دياب لرسومات الاغلفه والرسومات الداخليه جوه الروايات، اللي هي دي في وقتها كانت حاجه مختلفه جدا عن الروايات الموجوده في السوق. اول يعني فات سنه، فات سنتين، فات ثلاثه على اصدار الروايات دي، بس هي ما حققتش النجاح المطلوب. فده سبب لدكتور نبيل فاروق واستاذ شريف شوقي، سبب لهم احباط. يعني هم بيقعدوا مع استاذ حمدي وهو طالب منهم يعملوا اصدار واثنين وثلاثه، بس النتيجه لسه. فهو فضل يشجعهم، وهو فضل يشجعهم ان هم يصدروا كتب اكتر. ليه؟ لايمانه بالفكره. وبالفعل بعد سادس عدد من السلسله، وبالتزامن طبعا مع حمله اعلانات ضخمه كان استاذ حمدي عملها، من هنا بقى حصل التيك اوف. الروايات بدات انها تطلب، وبدات تطلب بغزاره، ومن هنا فكره بقى الاستدامه. هو كان استاذ حمدي مؤمن بالفكره من الاول، فهو طلب منهم اعداد كتير، عشان هو كان يعني هدف هنا مش اللي هنعمل اصدار او اتنين او تلاته في السنه، لا هنتكلم في عشرات الاصدارات. وطبعا واللي طبعا ساعد الفكره انها تنتشر، ان هو وقتها دكتور نبيل فاروق كان عنده غزاره في الانتاج، غزاره. يعني كان بيوصل ان في العام الواحد بيعمل مثلا فوق ال10 اعداد لكل سلسله، من 8 ل 10 اعداد رجل مستحيل، و8 ملف المستقبل، و8 ظهور، و8 روايات، يعني عدد مهول. طيب سنة 1990 انضم الفنان الشاب خالد الصفتي للمؤسسة كرسام في الأول، بس أستاذ حمدي شجعه إن هو مش بس هو يعني يرسم، لا ده يرسم ويعمل كاريكاتير يخاطب الأطفال. ومن هنا حقق الفكرة دي يعني نجاح كبير. ومن هنا ظهر بقى من رحم الفكرة دي فلاش وسوبر فلاش وسماش وافكار كتير تانية. استاذ خالد صفتي فعلا عنده من الموهبه اللي هو يقعد يعمل جنريت لافكار كتير جديده. طيب، ومن هنا بقى واصل دكتور نبيل تاني بتقديم سلاسل مختلفه. احنا اتكلمنا قبل كده على رجل مستحيل، اتكلمنا على ملف المستقبل، لا دلوقتي في فارس الاندلس، وفي روايات عالميه وغيرها. سنه 92 يعني بالراحه شويه، سنه 92 اتقدم للمؤسسه الدكتور احمد خالد توفيق بروايه. وقتها ما كانش في حد بيكتب في الرعب خالص، فهو اتقدم بالروايه للمؤسسه، بس في البدايه حصل رفض لان حجمها كان صغير. ومن هنا بقى اتدخل دكتور نبيل فاروق واستاذ احمد المقدم ان لا الروايه دي تتعرض تاني على لجنه القراء. فبالفعل حصل اعاده عرض على لجنه القراء، وهي كانت العدد الاولاني بتاع ما وراء الطبيعه هو العدد الوحيد اللي هو فيه قصتين، اللي هو اسطوره
مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب. ومن هنا بقى بدأت مسيرة دكتور أحمد خالد توفيق مع مؤسسة العربية الحديثة. مش بس كان اتكتب في أدب الرعب، بالعكس هو كتب في سلاسل تانية سفاري وفانتازيا، وبرضه شارك في الكتابة مع دكتور أحمد خالد توفيق في روايات عالمية للجيب. وهنا برضه كنت حابب أنوه على فكرة إن الكتاب في المؤسسة بيشتغلوا مع بعض كمجموعة. يعني فكرة إن أكتر من كاتب مشهور وكبير بيكتبوا مع بعض في نفس السلسلة، فدي هم بالنسبة لهم نجاحهم من نجاح بعض ومن نجاح المؤسسة. يعني هو لولا ان دكتور نبيل اتدخل مع الاستاذ حمدي ان هو لازم ان احنا دكتور احمد خالد توفيق يبقى معانا في المؤسسة، ما كانش هيبقى الدكتور احمد خالد عنده الحظ اللي هو ينضم للمؤسسة واعماله تنتشر من خلال المؤسسة. فهو ده كان الهدف من الاول خالص، ان المؤسسة هي دايما على طول بتبقى حاضنة لكل المواهب الشابة وكل النجاحات اللي بيعملوها كمجموعة بتخدم في الآخر المؤسسة ككل. وهم طبعا في الأول من كل حاجة بيشتغلوا عليها لازم يعني يبقى الفكر اللي هو لازم تبقى مجموعة بتشارك مع بعض. طيب في سنة 2000 حصل في مسابقة تانية أقيمت لروايات مصرية، ومن هنا بقى ظهر بعض من الكتاب، بس من اشهرهم طبعا دكتور محمد سليمان عبد الملك ودكتور تامر ابراهيم، اللي هم معانا النهارده في لجنه التحكيم بالنسبه لفرع السيناريو والحوار. بس هم قبل ما يكونوا موجودين في لجنه التحكيم هم موجودين معانا في سنه 2000 ككتاب جوه مؤسسه العربيه الحديثه. وهم الاثنين اشتركوا برضو في سلسله سله الروايات. ومن بعدها دكتور محمد سليمان عبد الملك بقى عنده اصدارات سلاسل لوحده باسم لوتس ومكتب رقم 17. واستكمالا لسلة الروايات انضم برضو كذا كاتب للمؤسسة، ووصل حجم أعداد السلسلة دي ل 44 عدد حتى الآن. وفي سنة 2013 انضم جيل تاني من المؤلفين، بس دول بقى تلامذة الدكتور أحمد خالد توفيق والدكتور نبيل فاروق، ألا وهما سالي عادل وأحمد فكري وحسن الحلبي والدكتور سيد زهران وعلا سمير الشربيني ومحمد جهاد أمين وداليا بازان. وفي سنة 2020 قرر الدكتور نبيل إن هو يعمل فكرة مسابقة تحمل اسمه، اللي هو اسمها مختارات دكتور نبيل فاروق، ألا وهي هو المسابقة من خلال المواهب اللي بتطلع معاها قرر ان هو دكتور نبيل فاروق ان هو هيكتب معاهم جوه نفس العدد. يعني هتلاقوا ان هنا حتى في الهامش ان في كذا قصة قصيرة كان داخل دكتور نبيل في الكتابة مع المواهب دول عشان يدفعهم ويخلي القراء يبقوا مقبلين على الروايات دي. طيب خلصنا كده موضوع الطباعة. احنا يعني دلوقتي هنتكلم بقى في كل الأعمال التانية اللي المؤسسة شغالة عليها بخلاف المطبوع. يعني احنا فكرنا قبل كده في جملة شهيرة كان الأستاذ حمدي قالها، إن هو في بداية المشروع كان حابب إن الشباب يدمنوا القراءة زي ما هم بيدمنوا مشاهدة كرة القدم. تمام؟ طيب هم اللي بيتفرجوا على الكورة هم بيتفرجوا على الماتش بس ولا بيتفرجوا على استوديو التحليلي كمان؟ أكيد بيتفرجوا على الاستوديو التحليلي بعدها. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل ندوات ثقافيه لروايات مصريه للجيب، عن طريق ان احنا بندعو كتاب روايات مصريه، ومش بس بندعو كتاب روايات مصريه، بندعو برضو كتاب من بره دار النشر، وبيحصل نقاش على ما وراء الكواليس في جوه داخل روايات مصريه للجيب. يعني حصل ان احنا من اول ندوه فعلا التفاعل كان حاصل شديد جدا، ومن تاني وتالت ورابع ندوة لا احنا بالنسبة لنا فعلا الموضوع يعني في ايجابيات كتير. وانا بدعوكم فعلا للندوات اللي جاية. يعني احنا الندوة اللي جاية هنعملها في طنطا. ليه طنطا؟ عشان دي معقل يعني دكتور نبيل فاروق دكتور احمد خالد توفيق وبالصدفة الديزاينر اللي شغال على البرزنتيشن من طنطا برضه طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه وبنفكر نعمل ايه في الفترة اللي جاية؟ يعني احنا بنبص على محتوى روايات مصرية مش بس كمحتوى مطبوع، لا
هو مش بس محتوى مطبوع، لا احنا بنبص لمحتوى مطبوع ومحتوى الكتروني في شكل كتب الكترونيه، اوديو بوكس ومسلسلات وكرتون. ف هتلاقونا موجودين على اكبر المنصات سواء المصريه او الاقليميه او العالميه. اللي قبل. طيب ايوه، المنصات الاقليميه زي ستوري تال وشاهد ونتفليكس واقرأ لي ورفوف واوديوهات وابجد وغيرهم. يعني احنا شغالين في التعاقد والتعاون مع كافه المنصات، عشان احنا بالنسبه لنا المحتوى مش بس لازم يكون محتوى مطبوع، لا ممكن المحتوى يعالج ويطوع بكذا شكل حسب الوسائط الجديده اللي التكنولوجي دلوقتي واصل ليها. طيب احنا هدفنا في روايات مصريه ايه؟ ان احنا يعني الجملة دي كانت مكتوبة أن تكون روايات مصرية للجيب موجودة في كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج. أنا حابب بس أعمل تعديل بسيط عليها. أنا عايز يعني أكتب أن تكون روايات مصرية للجيب موجودة في كل بيت يتحدث اللغة العربية. تاني حاجة إن إحنا نتمسك بفكرة السلاسل. تالت ورابع حاجة ان طبعا نسعى للاستدامة والتطوير والابداع، وطبعا ان احنا نحافظ على الارث الثقافي اللي بقاله اكتر من 100 سنة. واهم حاجة، اهم نقطة بالنسبة لي وبالنسبة لنا طبعا كلنا، ان احنا نكمل الرسالة الأصيلة في البحث عن مواهب في الكتابة وفي الرسم وفي الكوميكس وفي السيناريو وفي الحوار في كل مكان في مصر وخارج مصر. يعني أنا في النهاية حابب بس إن أنا أطرح على حضراتكم سؤال. تفتكروا لو أستاذ حمدي مصطفى ودكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق موجودين معانا النهاردة كانوا هيقولوا إيه؟ أشكركم جدا.